السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، ازيكم يا أبطال؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة. إن شاء الله النهاردة هنشرح الجزء الثاني من المراجعة النهائية للغة الإنجليزية. معاكم مستر محمود، وإن شاء الله النهاردة هنركز على أهم الأفكار الأساسية اللي تخليك تعرف تحل أي سؤال على القواعد. وإن شاء الله النهاردة نحاول نتوقع لك الأسئلة المهمة جدا. إحنا في الجزء الأول اتوقعنا أسئلة الأخطر سواء على الكلمات أو على القصة. إن شاء الله النهاردة هنتوقع أسئلة القواعد. وركز بقى معايا كده يا بطل. اول فكره عندنا، وركز عشان اراجع القواعد كلها من اول تاني. اول فكره عندنا او اول قاعده عندنا قاعده used to. قاعده مين؟ قاعده used to. مستر احل القاعده دي ازاي اصلا؟ او فكرني بقاعده used to. قال لك used to ده يا شباب بيجي بعدها الفعل فين؟ معنى اعتاد ان، وبيجي بعدها الفعل في المصدر. ماشي؟ يبقى هنا ايه؟ مصدر. يبقى used to بيجي بعدها الفعل في المصدر. امتى مستر تبقى يوز تو؟ قال لك بتبقى يوز تو في حالتين، لو جه قبلها did تمام، او لو جه قبلها didn't. يبقى used to لو ما فيش قبلها did ولا didn't هتبقى used بحرف الدي. اما لو في قبلها did او didn't هتبقى من غير حرف ايه؟ من غير حرف الدي. فهنا قال لك ايه؟ عايز احط used to ديت في الجمله هنا. قال لك ايه؟ I played tennis in the past but I don't play now. انا كنت بلعب تنس في الماضي بس دلوقتي ما عدتش بلعب. قاعده used to ببدا بالفعل الاول وبعد الفاعل احط used to. فهنا الفاعل مين؟ الفاعل I، يبقى اقول I وبعدين احط used to، يبقى I used to، وبعدها الفعل في المصدر اشيل ايه؟ اشيل الاي دي من كلمه played فتبقى play. يبقى I used to play in the ايه؟ play tennis in the past. وهكمل بقيه الجمله عادي. هنا بقى عندنا حاجه اسمها هو. تعال اشرح لك قاعده الروابط اللي عندك وركز معايا، اخليك تعرف تحل اي سؤال ان شاء الله على الروابط اللي عندك على الضمائر. بص كده، لما اجيب لك جمله ويقول لك حط لي فيها هو، بص يا معلم احط هو فين؟ قال لك هتحط هو مكان الكومه دي. ماشي؟ وهنحذف اكتب بقى، سجل الكلام ده، وهنحذف الفاعل اللي بعد الكومه. الفاعل اللي هنا ده هحذفه. دي اول حاجه. مستر جاب لي مثلا جمله وبعدين كومه وجاب لي جمله وقال لي حط ويتش. بكل بساطه خالص هنعمل ايه؟ هجيب ويتش احطها مكان الكومه وهحذف مين؟ هحذف ات. اشوف ات سواء كانت هنا او هنا هحذفها. ماشي؟ طب مستر لو جاب لي جمله وقال لي حط مثلا حط هوز، احطها فين يا مستر؟ قال لك هتحط هوز هنا مكان النقطه. ماشي؟ وهنحذف اي ضمير ملكيه بيكون هنا كمان. هتحذف اي ضمير ملكيه اللي هو بعد ايه؟ بعد النقطه ده، اللي هو مثلا هيز، هير، وهكذا. تمام؟ طب مستر لو جاب لي وير، قال لك هتحط وير فين؟ هتحط وير هنا وهتحذف اي حاجه بتدل على المكان، زي مثلا ان ات. لو لقيت ان ات احذفها، لو لقيت زير احذفها، لو لقيت هير برضو ايه؟ احذفها. اخر حاجه خالص، لو جاب لي جمله وقال لي حط وين، هتعمل ايه؟ هتحط وين مكان الكوما وهتحذف اي حاجه لها علاقه بالوقت. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا كده راجعنا على قاعده الضمائر، وديت اسهل طريقه تحل بيها اي سؤال. فتعالى كده نطبق، نشوف هنعرف نطبق ولا مش هنعرف. هنا عايز يحط هو، امشي بقى على الطريقه بتاعتي. هنعمل ايه؟ احط هو مكان الكوما، تمام؟ واعمل ايه في الفاعل؟ هحذف الفاعل. بس كده يا مستر؟ يبقى كده الجمله خلصت. احط هو مكان الكوما وهنحذف الفاعل. ماشي؟ ايه تاني ممكن يجي لك هنا؟ ركز معايا السؤال ده. حسن bought a mobile was expensive. حسن اشترى موبايل والموبايل ده كان غالي بقى. فهنا الموبايل ده عاقل ولا غير عاقل؟ حاجه غير عاقل. الغير عاقل بقى بياخد حاجه اسمها ايه؟ بياخد حاجه اسمها ويتش. السؤال ده مهم. ماشي؟ هنا السؤال ده احتمال يجي لك في الامتحان بس بطريقه مختلفه. what sport did. هنا في did، يبقى الاجابه ايه؟ use من غير حرف الدي. ماشي؟ ايه تاني ممكن يجي لك هنا يا شباب؟ لسه شارحين الفكره بتاعت هو. هنعمل ايه؟ احط هو
مكان الكوما، وهنعمل ايه؟ هنحذف الفاعل اللي بعد الكوما او بعد النقطة. فتبقى ازاي بقى؟ The teacher praised the student، يعني المدرس مدح الطالب who answers the question، اللي هو جاوب ايه؟ اللي جاوب على السؤال. هنا عندنا فكرة بتاعت قاعدة after و before، وركزوا بقى معايا هنا علشان هشرحها لكم هنا. نركز هنا يا شباب عشان الافكار اللي انا هقولها ديت مهمة جدا. عندنا حاجة اسمها after، تمام؟ وعندنا حاجة اسمها before. الاتنين دولت مش بيحبوا بعض، وركز عشان هشرح لك كل الافكار اللي عليهم. قال لك افتر ديت بيجي بعدها جملتين، كام جمله؟ 2. بيفور بيجي بعدها كام جمله؟ برضه 2. افتر من شروطها قالت لك والله انا بحب حاجه اسمها الماضي التام. ايه هو الماضي التام ده يا مستر؟ قال لك اللي هو بيتكون من فاعل، وبعد الفاعل هاد، والتصريف الثالث للفعل. طب يا هادي انت بتكره مين؟ قالت لك انا بكره حاجه اسمها الماضي البسيط. يبقى افتر دي بتحب حاجه اسمها هاد والتصريف الثالث، وبتكره ماضي ايه؟ الماضي البسيط. اما بيفور عكسها على طول. بيفور بتحب الماضي البسيط، وبتكره مين؟ وبتكره هاد والتصريف الثالث للفعل. الكلام ده احنا عارفينه. فتعالى بقى ايه نبدا بالافكار. بص يا بطل، لما يجيب لك افتر، تمام؟ دي بقى ركز بقى معايا كده. لما يجيب لك افتر ويجيب لك مثلا نقط هنا او هنا، هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله هتبص على الجمله الثانيه. الجمله الثانيه فيها هاد والتصريف الثالث، يبقى تحط في الجمله الاولانيه ماضي بسيط. لو الجمله الثانيه فيها ماضي بسيط، يبقى تحط في الجمله الاولانيه هاد والتصريف الثالث. لو انت مش حافظ الكلام ده، يبقى لو جاب لك افتر او بيفور هتعمل ايه؟ لو جاب لك نقط في الجمله الاولانيه هتبص على الجمله الثانيه. الجمله الثانيه فيها هاد، يبقى الجمله الاولانيه ماضي بسيط. الجمله الاولانيه فيها ماضي بسيط، يبقى الجمله الثانيه هاد. دي اول فكره. تاني فكره، يجي ساعات يجيب لي جمله كده ويجيب لي في النص حاجه اسمها زن، ويقول لك حط لي مثلا افتر او حط لي بي فور. ركز بقى كده ازاي احل الكلام ده من غير ما افكر اصلا، من غير ما افكر احل الاسئله دي. ركز كده. بص، اول حاجه هتبص على كلمه افتر دي لما يجيبها لك بين كواس كده ويقول لك حطها لي في الجمله. هل افتر دي اول حرف فيها كابيتال ولا لا؟ لو اول حرف فيها كابيتال هحطها في الاول، يبقى احط مثلا هنا افتر. ماشي؟ تمام. هنعمل ايه في زين يا معلم؟ هتحذف زين، تمام؟ وهتبدا بقى الجمله عادي، تبقى افتر وبعدين تحط الفاعل هنا، وبعد الفاعل احنا قلنا افتر بتحب مين؟ افتر بتحب هاد والتصريف الثالث، فانا احط هنا هاد والتصريف ايه؟ والتصريف الثالث، واكمل الجمله عادي. يبقى افتر هاد والتصريف الثالث واكمل الجمله، وهنحذف زين. طب مستر جاب لي بيفور، قال لك لو جاب لك بيفور وفي زين في النص هتحذف زين، بس بشرط بقى هتجيب الجمله اللي بعد زين بعد بيفور. على سبيل المثال كده هنا جاب لي جمله ايه؟ ركز كده. يقول لك ايه؟ she finished her homework then she watched TV. عايز يحط مين؟ افتر. اول حرف فيها ايه يا معلم؟ اول حرف فيها كابيتال، فاذا هتبدا بها الجمله. يبقى اقول افتر. طب يا افتر بتحب مين يا مستر؟ بتحب هاد والتصريف الثالث، فحط شي الاول، يبقى افتر شي هاد، تمام؟ هاد finished her homework، هنحذف زين ونكتب الجمله الثانيه عادي. طب يا مستر عايز يحط مثلا، لو ما جابليش بافتر وعايز يحط مثلا بيفور، هنعمل ايه يا مستر؟ ركز بقى هنا كده. عايز يحط هنا بيفور، اول حاجه تبص على بيفور اول حرف فيها كابيتال ولا سمول. لو لقيت اول حرف فيها كابيتال هتبدا بقى الجمله، هتقول هنا بيفور. ماشي؟ بيفور. ركز بقى، هنحذف زين واجيب الجمله اللي بعد زين بعد بيفور على طول. تاني كده، يبقى لو في افتر هتحذف زين وهتبدا بافتر وهتنزل بالترتيب الجمل العادي. يعني ترتيب الجمله الاولانيه انزلها الاول بس احط هات فيها، والجمله الثانيه انزلها، تمام؟ اما لو عايز احط بيفور هتحذف زين وهتجيب الجمله اللي بعد زين هتحطها بعد مين؟ بعد بيفور على طول، والجمله الاولانيه ديت هنحطها في الاخر. فتبقى كده بقى الجمله الاولانيه هتبقى كده. يبقى اقول كده بيفور شي واتش التي في شي. الجمله الثانيه بقى شي هاد، ما تنساش تحط هاد عشان بيفور بتكره هاد والتصريف الثالث. يبقى شي هاد finished ايه؟ هير هوم ورك.
ركز كده تاني كده، لما يجيب لي زين وعايز يحط افتر، يبقى الجمله اللي قبل زين ديت احطها في الاول عادي، بس احط بعد افتر هذا التصريف الثالث. اما لو عايز يحط بيفور هجيب الجمله اللي بعد زين ابدا بيها الجمله. فاهمين؟ ماشي. في هنا كمان تركايه. ايه هي التركايه ده يا مستر؟ ان افتر وبيفور اتفقوا في حاجه واحده. ايه هي؟ قال لك لو مفيش بعدهم فاعل والنقط جت بعد افتر وبيفور على طول، هيبقى بعدهم الفيرب مضاف له ايه يا شباب؟ هيبقى بعدهم الفيرب مضاف له اي ان جي. يبقى اذا امتى بعد افتر وبيفور بيجي اي ان جي؟ لو النقط جت ايه؟ بعد افتر وبيفور على طول. ماشي؟ يعني مفيش فاعل. تعالى بقى هنا نرجع بقى للصفحه بتاعتنا. هنا عايز يحط ايه بقى؟ ركز هنا بقى، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. عايز يحط هافينج. انا لسه قايل من شويه لو جبت افتر او بيفور مفيش بعدهم فاعل يبقى ايه؟ الفيرب بعدهم مضاف له اي ان جي. فانا هنعمل ايه هنا من الاخر؟ اقول افتر، نقرا السؤال الاول. افتر he had his lunch he slept. هاد الاولانيه ديت اللي افتر بتحبها. هاد الثانيه ديت التصريف الثالث من هاف. ماشي؟ دي التصريف الثالث من هاف. فانا هحذف الفعل بقى، يبقى افتر هشيل هي. طب لو انا حذفت ايه يبقى احذف هاد. تمام؟ وانا قلت لك افتر لو جه بعدها النقط على طول او مفيش بعدها فاعل يبقى اذا ايه؟ بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي، فتبقى افتر having his lunch he slept. تاني كده علشان الناس ايه اللي ما فهمتش الفكره بكل بساطه خالص. افتر لو ما جاش بعدها فاعل يبقى بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي. طب لو انا حذفت الفاعل يبقى احذف هاد الاولانيه. تمام؟ طب هاد الثانيه دي تبع مين؟ هاد الثانيه ديت التصريف الثالث من هاف. فانا هرجع هاف ايه؟ للفعل الاساسي بتاعه. هرجع هاد ديت للفعل الاساسي بتاعه. ليه رجعتها؟ علشان حذفت هاد. طب ليه برضو؟ ازاي رجعت برضو تاني؟ مش هاد بيجي بعدها التصريف الثالث، والتصريف الثالث من هاد، التصريف الثالث من هاف هو هاد. فانا لما شلت هاد يبقى شلت التصريف الثالث، يبقى رجع الكلمه هاد ديت للمصدر بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو هاف. فهو هنا عايز يحط هافينج، فانا هحذف الفاعل واحذف هاد، وديت هرجعها للمصدر بتاعها واضيف لها اي ان جي علشان ما جاش ايه؟ ما جاش قبلها فاعل. ماشي؟ هنا لازم سؤال يجي لك هنا، الفكره ديت لازم يجي لك هنا، وركز بقى على الفكره دي. هنا عايز يحط تولد. بص يا شباب، اول حاجه عشان تحل السؤال ده لما يجيب لك بدايه الجمله يعني بادئ الجمله بعلامات تنصيص ما تركزش معاه، مش هتبدا بقى الجمله. امال هتبدا منين يا مستر؟ هنبدا من بعد علامات التنصيص. ماشي؟ فانا عايز يحط مين؟ عايز يحط تولد. هنعمل ايه؟ نقرا كده السؤال. Don't touch the artifacts the guide said to the tourists. يعني يقول لك ما تلمسش القطع الاثريه، المرشد قال ده او قال الكلام ده للسياح. بص كده يا شباب، عشان احط تولد هحذف حاجه اسمها said to هحذفها واحط مكانها كلمه تولد. فهنبدا بقى الجمله بذا زي ما احنا اتفقنا بقى. هنبدا الجمله من بعد علامات التنصيص، يبقى the guide هنشيل said to ونحط تولد، يبقى the guide told. ركز بقى هنا كده، قال لي مين؟ the tourists هنعمل ايه هنا بقى؟ ركز هنا بقى. لما تلاقي علامات التنصيص بعدها اداه استفهام زي مثلا where او what او how او why او when، هتنزل ايه؟ اداه الاستفهام زي ما هي. اما لو لقيت بعدها بعد علامات التنصيص فعل على طول زي مثلا play listen stand start اي حاجه. ماشي؟ اي فعل ده يا شباب عشان اوضحها لكم، الفعل ده لما تيجي تترجمه للغه العربيه هتلاقيه بادئ بحرف الياء. يعني مثلا كده بلاي يعني ايه؟ يلعب. listen يعني ايه؟ يستمع، وهكذا. فانت لو لقيت بعد علامات التنصيص فعل هتربط بحاجه اسمها تو. لو لقيت فعل هتربط بحاجه اسمها تو. طب يا مستر ما لقيتش فعل ولقيت مثلا الجمله بادئه ب do او does او will او can، لو لقيتها بادئه باي حاجه بتتجاوب عليها بيس او نو هنربط بحاجه اسمها if. ماشي؟ لو مستر لقيتها بادئه بدونت بقى
قال لك لو لقيتها بادئه بدونت هنربط بحاجه اسمها تو، بس دونت ديت منفيه، فانا هنفي ايه؟ هنفي تو، فاقول نوت تو. يبقى هنا لو بادئه بفعل هربط بتو. طب لو بادئه بدونت هربط بايه؟ بنوت تو. طب لو بادئه بنيفر هربط بايه برضه؟ بنوت تو. ماشي؟ يبقى اقول ايه بقى؟ نوت تو، وتو ديت بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى نوت تو تاتش ذا ارتيفاكت. سهله ولا صعبه؟ يا رب تكون سهله. اللي ما فهمهاش يرجع او يرجع الثانيتين دول. هنا يا شباب ركز هنا. This is the man. الراجل ده عاقل. فانت ركز بقى على حاجه هنا عشان ممكن يضحك عليك في الامتحان. هتركز على الكلام اللي بعد النقط. بص كده، هو لازم يجي بعدها لا اما فاعل او فعل. وهنا ايه طبعا؟ حاجه ايه؟ حاجه عاقل. طب يا مستر لو غير عاقل، لو جت قبلها حاجه غير عاقل، بنختار حاجه اسمها ويتش، بس لازم يكون في شروط ويتش. ايه هي شروطها؟ لازم يكون بعدها فاعل او فعل. ايه هو الفعل ده يا مستر؟ اللي هو الضمائر، اي، هي، شي، ات، تكملتهم بقى. ماشي؟ ايه هو الفعل ده؟ اي كلمه بنترجمها بالعربي بتكون بادئه بحرف الياء، زي بلاي، هيلب، وهكذا. ماشي؟ في بقى حاجه اسمها هوز. مالها ديت يا مستر؟ بيجي قبلها عاقل وغير عاقل. يا مستر دلوقتي انت قلت لي العاقل مع هو وغير العاقل مع ويتش. طب انا كده لو جالي عاقل او جالي غير عاقل ممكن اتلخبط ما بين هو وهوز او ويتش وهوز. قالك بكل بساطه خالص، هوز ديت هيجي بعدها اسم، ولا هيجي بعدها فاعل، ولا هيجي بعدها فعل. فانت لما تلاقي بعد النقط مفيش فاعل، اللي هو مفيش هي، شي، ات، احمد، عمر، تمام، مفيش فعل، يعني الكلمه اللي بعد النقط مش بادئه بحرف الياء لما تترجمها، فتختار مين؟ هوز. تعالى نقرا المثال ده كده. This is the man. هو ده الراجل. بعد النقط هيبقى بص كده هيلب. يعني هيلب يساعد، فبدأ بحرف الياء، فاذا ديت فعل، فتبقى الاجابه هو. سهله ولا صعبه؟ يا رب تكون سهله. They hoped. كلمه hope ديت عندنا فيها افعال بيجي بعدها to المصدر، وافعال بيجي بعدها ing. الافعال اللي بيجي بعدها ing ديت هقول لك اهم الافعال اللي بيجي بعدها ing، زي كلمه enjoy، زي كلمه keep، زي كلمه avoid. دول اهم الافعال. اما في افعال بيجي بعدها to المصدر، زي مثلا كلمه hope، زي كلمه refuse، زي كلمه مثلا promise، زي كلمه decided. تمام؟ في افعال بقى ساعات بيجي بعدها to والمصدر او ing. ركز بقى كده، like، hate، prefer، love، لو ما فيش قبلهم would هيبقى بعدهم ايه؟ ing. يا مستر لو لقيت قبلهم would، لو في قبلهم would يبقى بعدهم to والمصدر، يبقى love و like و hate و prefer. لو ما فيش بعدهم، لو ما فيش قبلهم would هيبقى بعدهم ing. لو قبلهم would هيبقى بعدهم to والمصدر. ماشي؟ هنا هي نقط his uncle if he could. هنا ايه؟ هنا ديت مباشر غير مباشر. فسيد تو كانت بتحول لمين؟ او سيد كانت بتحول لمين؟ حاجه اسمها اسكت. تمام؟ هنا نحاول نتوقع لك كل الافكار اللي هتجيلك في القواعد، وان شاء الله مفيش فكره من الفيديو مش هيخرج منها الامتحان، وان شاء الله ممكن تجيلك بالنص اصلا. ركز هنا. هنا عايز يربط بمين؟ عايز يربط باف. احنا اتفقنا لما تلاقي الجمله بادئه بعلامات تنصيص انا مش هبدا بيها، مش هبدا بالكلام ده. امال هبدا بايه؟ هبدا بالكلام اللي بعد علامات التنصيص. فهنا هنزل هي اسكد عادي، هي اسكد مي. هنا هنربط بمين؟ نربط باف. ركز بقى كده، لما تلاقي ديد، لما تلاقي ديد، اما تلاقي does، لما تلاقي دو في بداية الجملة هتعمل ايه يا معلم؟ هنحذفهم. هنحذف. بس هنا في تركاية. ايه هي التركاية بتاعت ديد؟ ركز هنا. ديد ديت لما نحذفها هنحط قبل الفعل حاجة اسمها هاد، وهذا يجي بعدها التصريف ايه يا معلم؟ التصريف الثالث للفعل. يعني انت عايز تعمل هنا يا مستر؟ اقول ايه؟ هنا في فكرة كمان على فكرة. كلمة يو ديت بنحولها لثلاث حاجات، لا اما لهي او لشي
او لاي. مستر دلوقتي حول يو لهي ولا لشي ولا الاي؟ قال لك على حسب الكلمه اللي بعد اسكد او على حسب الكلمه اللي بعد سي تو. لو لقيت الكلمه اللي بعد اسكد مي فهتتحول لاي، لقيت ولد او اسم ولد هتحول لهي، يبقى يو هتحول لهي. لو بعد اسكد او سي تو ولد، لو بعد اسكد او سي تو بنت فهتحول لايه؟ لشي. فهنا مي فيو هتحول لمين؟ هتحول لاي، صح؟ ما تنساش بقى تحط ايه يا معلم؟ هاد والتصريف الثالث، فتبقى الاجابه هاد والتصريف الثالث من فايند هو فاوند. ونكمل بقيه ايه؟ نكمل بقيه الجمله. فنركز كده تاني، لما تلاقي ديد او داز او دو هنحذفهم، بس مع ديد هشيلها واحط ايه؟ هاد والتصريف الثالث. ويو بتتحول لثلاث حاجات، لا اما الهي او شي او اي. امتى احط هي؟ لو بعد سي تو ولد. امتى احط شي؟ لو بنت. امتى احط اي؟ لو في مي. ماشي؟ ماشي. هنا عايز يحط مين يا معلم؟ عايز يحط هوس. السؤال ده احتمال يجيلك في الامتحان. طبعا زي ما احنا اتفقنا هحط هوس فين؟ مكان النقطة، وهحذف الكلمة اللي بعد النقطة. بس خلص. يبقى هتبقى كده، احط هنا هوس بالظبط. تمام؟ واحذف هز. يبقى كده الجملة خلصت. احنا قلنا دلوقتي I enjoy، احنا قلنا enjoy بيجي بعدها الفيرب مضاف له ing، فتبقى الإجابة reading. ماشي؟ she wanted. ركز بقى هنا يا شباب، لما تلاقي جايب لك جملة على المباشر وغير مباشر، فأنت لازم أول ما تقرأ الجملة تحط إيه؟ تحط عينك على فعل القول. فهتشوف فعل القول ده هل هو آخره إيدي ولا مش آخره إيدي؟ ايوه يا مستر، يعني لو مش اخره ايدي ايه اللي هيحصل؟ لو مش اخره ايدي يبقى الفعل هنا هيبقى في زمن المضارع ايه؟ زي ما هو. يعني مثلا هنا مثلا كده لو كان قال لي want she wants مثلا كده، لو عمل لي كده عشان ده ممكن يلعب لك عليها في الامتحان، ركز، وبالذات بتوع الشرقيه. she wants to know if I مثلا كان جاب لي هنا مثلا has مثلا، فالناس كلها هتطلع تجري وتشيل هاز وتحط ايه؟ وتحط هاد. ليه؟ عشان هم متعودين ان المباشر غير مباشر على طول الفعل في زمن ايه؟ في الزمن الماضي. بس هتبقى الاجابه هنا غلط. ليه غلط؟ عشان فعل الكل هنا مش ماضي. فتبقى الاجابه هنا المفروض تبقى هاف، عشان ايه؟ الفعل هنا اي، فاي ويو وي وزي واي اسم جمع يبقى الفعل في المصدر، والمصدر من هاز هو هاف. اما هنا جاب لي ايه؟ wanted، يبقى دي في زمن الماضي، يبقى اذا الاجابه هنا هتكون في زمن الماضي، والماضي من have هو had. سهله؟ ماشي. بص هخليك تحل اي سؤال على الفكره دي. by the time we، بص من الاخر، اول ما اشوف after او before او by the time هتبص على الجمله الثانيه. هو جاب لي النقط في الجمله الاولانيه، يبقى بص على الجمله الثانيه. الجمله الثانيه فيها had، ايوه يا مستر فيها هاد والتصريف الثالث، يبقى اذا الجمله الاولانيه ماضي بسيط. الماضي من arrive هضيف لها حرف الدي فتبقى arrived. طب يا مستر لو كان جاب لي النقط الناحيه الثانيه وكان جاب لي هاد هنا، فاذا الجمله الثانيه هتبقى ايه؟ ماضي بسيط. طب يا مستر جاب لي النقط في الناحيه الثانيه وجاب لي الناحيه الاولانيه ماضي بسيط، يبقى الناحيه الثانيه هاد. من الاخر هنا فيها هاد يبقى الناحيه الثانيه ماضي بسيط، هنا فيها هاد يبقى الناحيه الاولانيه ماضي بسيط، والعكس بقى. ماشي؟ نركز هنا، السؤال ده كويس جدا. هنا بادئ بعلامات تنصيص، بيقول لك ايه؟ do polar bears live in the desert. عايز يحط ايه؟ she asked if. ركز هنا ان حرف ايه؟ ان اول حرف كابيتال، فانت هتبدا بقى الجمله تقول she asked if. ركز هنا الجمله بدأ بمين؟ بدو. انا لسه قايل لك من شويه ان لو الجمله بادئه بدو او does او did هعمل فيهم ايه؟ هنحذفهم، يبقى احذف دو وانزل الفعل عادي، الفعل العادي اللي هو بولار بيرز، وبعدين اجيب بقى ايه؟ الماضي من الفعل. الماضي من live هو lived، ونكمل بقيه الجمله عادي. ماشي؟ هنا عايز يحط افتر عشان بس ايه؟ اعرفك تحل اي سؤال على افتر بيفور من غير ما تفكر اصلا. هنا جاب لي زين في النص صح؟ يبقى احذف زين. عايز يحط افتر، اول حرف في افتر ايه؟ كابيتال، فهبدا بايه؟ الجمله. وبعد افتر احط الفاعل، الفاعل اللي هو مين؟ وي. هي افتر بتحب مين؟ هاد والتصريف الثالث، والتصريف الثالث من ايت اللي هي ايت يعني ياكل، التصريف الثالث منها ايتن، يبقى ايتن. واكمل بقيه الجمله عادي بقى، يبقى استحذف زين.
طب يا مستر لو كان جاب لي بيفور هحذف زين واخد الجمله اللي بعد زين ديت احطها بعد بيفور، واخد الجمله الاولانيه احطها الناحيه الثانيه بس اضيف لها هاد والتصريف الثالث. هنا عايز يحط وير، احنا اتفقنا بنحط ضمير الوصل فين؟ مكان النقطه، بس وير ده لا اما احذف here او there او in it. هنا في ايه؟ in it، يبقى احذف in it. ماشي؟ نكمل. نفس الفكره. هنا جاب لي زن وعايز يحط افتر، فابدا بقى الجمله وبعد افتر احط الفعل. انا عمال اكررها علشان السؤال ده يجي لك في الامتحان. احط الفعل اللي هو هي، وبعد هي هحط هاد، وبعدها التصريف الثالث، واكمل بقيه الجمله عادي. ماشي؟ هنا عايز احط اسكد، ركز هنا كده. اسكد السؤال ده هيجي لك برضه في الامتحان. هبدا بالفعل عادي هي، هشيل سي تو احط مين؟ احط اسكد. ماشي؟ اسكد مين؟ مي. هنا الجمله بادئه بمين يا معلم؟ بادئه بدو، فانا هربط بمين؟ قلت لك لو بعد علامات التنصيص دو او داز او ديد او ويل او كان اي حاجه تجاوب عليها بيس او نو، هنربط بحاجه اسمها اف، يبقى انا هربط باف. افتكر برضه قلت لك ان الجمله لو بادئه بدو هنعمل ايه في دو؟ هنحذفها. مستر يو هتتحول لهي ولا لشي ولا الاي؟ ابص على الكلمه اللي بعد سي تو اللي هي مين؟ مي دي اللي هي انا، فانا يعني ايه؟ اي. واجيب بقى الماضي من كلمه لايك اللي هو لايكد، وانزل كلمه فيش. تمام؟ هنا عايز السؤال ده مهم جدا. هنا عايز يحط يوزد. ركز بقى يا شباب، لما تلاقي it was his habit وبعد habit حرف جر هتحذف الكلام ده كله. احنا قاعده يوز تو بنبدا بالفاعل. طب الفاعل هنا مين؟ هنا جاب لك his ديت ترجع على ولد، فالولد ده ياخد هي ولا شي؟ تاخد هي، وبعد الفاعل used to، وبعدين نكمل بقى ايه؟ بقيه الجمله. يبقى هي used to arrive late. في فكره هنا عايز اديها لكم، ممكن تيجي للناس بتوع الشرقيه. ركز هنا، يجيب لي مثال زي كده، يقول لك ايه؟ he plays مثلا football now، وعايز يحط used. هنا السؤال ده لو جه في الامتحان مش عايز اقول لك ان معظم الناس كلها هتتلخبط في السؤال ده. ليه يا مستر؟ اول حاجه كده تعالى نرتب الجمله كده. he plays football now، هو بيلعب كوره دلوقتي. معنى كده اللي هو ما كانش ايه؟ بيلعب الاول. كلمه used to دي معناها اعتاد ان، يعني انت كنت معتاد ان انت تعمل حاجه في الماضي ودلوقتي ما انتش بتعملها، او انت كنت معتاد ان انت ما تعملش حاجه في الماضي ودلوقتي بتعملها. فهنا بقى قال لك هو دلوقتي بيلعب كوره، يبقى الاول كان بيحب يلعب كوره ولا ما كانش بيحب؟ ما كانش بيحب. فهنا هنفي، فالناس بقى تتلخبط هنا بقى. هقول لك كده هي، احنا قلنا في النفي مع يوزد بننفي بحاجه اسمها ايه؟ didn't، صح؟ يبقى هي didn't، بس didn't يا مستر بيجي بعدها يوز مش يوزد. هو عايز يحط يوزد، يبقى الطريقه دي مش هتنفع. الطريقه ديت مش هتنفع. طب احل ازاي يا مستر؟ في طريقه ثانيه للنفي مع يوزد. في حاجه اسمها نيفر. يبقى نيفر ديت بستخدمها في النفي. لما استخدم نيفر بقى هتبقى used to. يبقى احنا عندنا هنا طريقتين للنفي مع used، لا اما ب didn't، بس لو انا استخدمت didn't هيبقى use من غير حرف الدي، او never وهحافظ على الدي اللي في used فتبقى used. يبقى طريقتين، didn't مصدر، never هسيب used زي ما هي. فهنا كان عايز يحط used مش عايز يحط use، فاقول بقى تبقى كده he didn't هتبقى he never used to play football، واشيل كلمه now. ممكن احط مثلا اي كلمه بتدل على الماضي، مثلا when he was young. تمام؟ ماشي. افتر اي سؤال بقى يجي لك على القاعده دي من غير ما تفكر، تبص على الجمله الثانيه، هل هنا في هاد؟ لا يا مستر ما فيش فيها هاد، يبقى لازم احط هنا هاد والتصريف ايه؟ هاد والتصريف الثالث. تمام؟ didn't اول ما اشوفها يبقى يوز، لا يا مستر تبقى يوز. هنا بقى رمضان is a month، رمضان ده الشهر، we fast احنا بنصوم فيه.
فهنا الشهر ده يعتبر وقت، فالوقت بنختار مع حاجه ايه؟ الوقت بنختار معاه حاجه اسمها when. ماشي؟ ركز عشان كده بنجيب لك ان شاء الله كل الافكار اللي هتجيلك في الامتحان. احنا طبعا في جزء اول احنا حلينا فيه الاخطر. ماشي؟ هنا عايز يحط told. ركز هنا. طبعا الجمله بدأ بمين؟ بعلامات تنصيص، فانت مش هتبدأ بالجمله دي. امال هبدأ بايه يا مستر؟ هبدأ من بعد علامات التنصيص. ماشي؟ هبدأ بالفعل عادي اللي هو ذا تيتشر، بقول ذا تيتشر. هنحذف said to ونحط مين؟ told. يبقى told us. ركز بقى هنا، بعد علامات التنصيص في فعل على طول اللي هو listen. يعني listen يستمع، فهنا ديت فعل. فانا قلت لك لما تلاقي بعد علامات التنصيص فعل هنربط بحاجه اسمها to، يبقى اقول to وكمان الجمله عادي to listen ايه؟ to listen to the guy. ماشي؟ هنا السؤال ده كويس. احمد decided not to smoke. عايز احط كلمه avoided. يعني avoid معناها يتجنب، يعني هو عايز يبعد عن الحاجه دي. فاحمد decided not، احمد قرر الا يدخن. فانا اعمل ايه؟ هنزل احمد عادي وهحذف decided not to واحط avoid. بس avoid بيجي بعدها الفيرب مضاف له ing فتبقى smoking. يبقى ايه اللي انا عملته هنا؟ حذفت decided not to. طب ليه حذفتها؟ علشان كلمه avoid ايه لها نفس معنى ايه؟ decided not to. ودلوقتي يا شباب هنحل السؤال رقم 3 وركز بقى معايا عشان قلت لك السؤال ده هيجيلك في الامتحان، والفكره دي تالت مره اشرحها. من غير ما اقرا السؤال هحله بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. لما تلاقي كلمه زن هنعمل ايه؟ هنحذفها. هنا عايز احط مين؟ بيفور. اول حرف في بيفور كابيتال ولا سمول؟ كابيتال. يبقى اذا هبدا بيها الجمله، يبقى اقول بيفور. بص بقى الفكره اللي انا قلت لك هتعمل ايه؟ هتحذف زن. لو عايز احط بيفور يبقى تجيب الجمله اللي بعد زن وتحطها بعد بيفور. تمام؟ نخش على الجمله الثانيه اللي هي وي. لو تفتكر ان بيفور بتكره مين؟ بتكره هاد والتصريف الثالث. يبقى وي هاد ريتشد. ونكمل عادي ايه؟ الجمله ريتشد ذا بارك. ذا بارك. واحد دلوقتي يقول له يا مستر مش بيفور بتكره هاد؟ قلت لك بيفور بتكره هاد والتصريف الثالث. هنا مفيش تصريف ثالث. هنا هاد ديت الماضي من هاف. ماشي؟ ماشي. هنا افتر. افتر بتحب مين؟ بتحب هاد. يبقى افتر وي هاد، بس هاد بيجي بعدها ايه؟ التصريف الثالث. والتصريف الثالث من هاف يا شباب هو هاد. عشان بس ما حدش، عشان معظمكم هيكتب هاد بس وهينسى التصريف الثالث. يبقى افتر وي هاد والتصريف الثالث من هاف هو هاد. ماشي؟ حسن ريفيوزد. احنا قلنا ريفيوزد بيجي بعدها ايه؟ تو والمصدر. ماشي؟ طبعا الفكره ده حليناها، هحلها لك تاني عشان ده هيجيلك في الامتحان. This is the player he won the award for fair play. عايز يحط هو. اتفقنا ان احنا هنحطها فين؟ هنحطها هنا وهنحذف الفاعل اللي بعد النقطه. ماشي؟ هنا نفس الفكره عمال اعيدها لك تاني عشان هنجيلك في الامتحان. عايز يحط كلمه told. تمام؟ احنا اتفقنا مش هنبدا بعلامات التنصيص، هنبدا بالجمله اللي بعد علامات التنصيص اللي هو مين؟ my mother. هنشيل said to ونحط told me. هنا بقى ركز هنا بعد علامات التنصيص جاب لك اداه استفهام اللي هي where او what او لا ما جابش. جاب لك حاجه نجاوب عليها بيس او نو؟ لا. امال جاب لك ايه؟ جاب لك finish. يعني finish يعني ينتهي او ينهى. فهنا finish ديت فعل، فهنربط بحاجه اسمها to ونكمل بقيه الجمله يبقى to. ركز هنا your هتتحول لحاجه اسمها my. ليه؟ علشان بعد said to كان بيتكلم مين؟ بيتكلمني انا، تبقى my homework. ماشي؟ هنا عايز يحط before. نفس الفكره. before اول حرف فيها كابيتال. من غير ما اقرا السؤال هحله. هنا جاب لي زن، هنعمل ايه في زن؟ هنحذفها ونجيب الجمله اللي بعد زن احطها بعد بيفور فتبقى she slept. ماشي؟ she slept دي اول جمله خلصت. نخش على الجمله الثانيه. هي بيفور بتكره مين؟ بتكره هاد والتصريف الثالث فتبقى she had finished reading. he هنا في did ولا didn't؟ لا.
فتبقى الاجابه ايه؟ used. لما تلاقي مفيش did ولا didn't يبقى used على طول. يبقى he used to be a champion but now he is a coach. the leader القائد ده حاجه ايه؟ حاجه عاقل. تمام. هبص بقى على ايه الكلمه اللي بعد النقط. inspire يعني ايه inspire؟ يعني يلهم. فيلهم بدا بحرف الياء يبقى ديت فعل، يبقى اذا اختار هو. طب بص لو ما كانش جاب لي فعل كنت اختار مين؟ اختار whose. فعشان كده تركز معايا. السؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ the manager ordered هنا اخرها ايه دي؟ the employees finish the work. هنا كلمه ordered القاعده بتاعتها بنبدا بالفاعل وبعد كده ordered وبعد كده to وبعد to المصدر يبقى to finish. السؤال ده مهم جدا، مهم. الفكره دي ممكن تجيلك في الامتحان. تمام. نركز هنا كلمه enjoy اتفقنا اللي هي بيجي بعدها ايه؟ ing. يعني ايه enjoy؟ معناها يستمتع ويتمتع. فقال لك he likes to read هو بيستمتع، هو بيحب يقرا adventure story القصص اللي هي فيها مغامرات. فهنا عايز يحط كلمه enjoy يعني هو بيحب. فهشيل مين واحط مين؟ قال لك هشيل likes to واحط كلمه enjoys يبقى هي enjoys، بس enjoy بيجي بعدها ايه؟ ing. فهشيل read واضيف لها ايه؟ ing فتبقى reading. تمام. السؤال ده قلت لك مليار المية هيجيلك في الامتحان. السؤال ده هنا عايز يربط باف. هنبدا بعنوان التنصيص؟ لا، اما نبدا بايه؟ بالجمله اللي بعد عنوان التنصيص اللي هي شي اسكد مي. بقول شي اسكد مي. تمام. هنا الجمله بادئه بدو فعشان كده هربط باف، يبقى احذف دو وهربط باف. يو ده هتتحول لمين؟ هتتحول لاي. طب ليه قلت كده؟ علشان بعد اسكد مي فاقول اي واجيب بقى الماضي من لايك اللي هو لايكد. والفكره ديت مهمه جدا يا شباب. هنا عايز احط ويتش زي ما احنا اتفقنا. هحط ويتش فين؟ مكان النقطه وهحذف ات. فين ات هنا؟ ات اهات يا مصطفى. يبقى اقول كده this is a book which I bought yesterday. الفكره ديت هتجيلك في الامتحان فركز عليها. ماشي. احنا قلنا enjoy he enjoys stories about survival. احنا قلنا كلمه enjoy بيجي بعدها ايه؟ تو المصدر ولا اي ان جي؟ عاش اي ان جي فتبقى الاجابه writing. السؤال اللي بعد كده the teacher asked اخرها ايه دي؟ تمام. فاذا هجيب الماضي من الكلمه الاخيره the student if he can. الماضي من كان هو could. ماشي. the explorer decided. احنا قلنا decided بتحب اي ان جي ولا تو المصدر؟ تو المصدر فتبقى تو follow. ماشي. السؤال ده يا شباب مهم جدا 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 والفكره دي اول مره تقابلنا. هنا عايز احط مين؟ عايز احط wanted to know. اتفقنا ان احنا مش هنبدا بعلامات التنصيص، ما هنبدا بايه؟ هنبدا بالجمله اللي بعد علامات التنصيص اللي هي من هي. بس ركز هنا بقى. هنا عايز احط wanted to know. طب اصلا كده كده ان wanted to know اخت مين؟ اخت اسكد. فانا هشيل اسكد واحط مين؟ احط wanted to know. ركز بقى هنا كده يا معلم. هنبص بقى على علامات التنصيص بعدها اداه استفهام يا مستر اللي هي وير. فانزل وير عادي يبقى اقول وير. لو تفتكر من شويه قلت لك لو شفت دو او داز او ديد هتعمل ايه؟ هنطيرهم هنحذفهم يبقى نحذف دو وانزل الفاعل عادي اللي هو فينيك ايه؟ فينيك فوكس. واجيب الماضي من كلمه ليف اللي اضيف لها حرف ايه في الاخر؟ اضيف لها حرف الدي. تمام؟ ماشي. ايه اللي ممكن يجي لك هنا السؤال ده؟ كايرو is the city I live ايه؟ I live there. عايز احط وير. قلت لك احط ايه؟ احطها هنا كده مكان النقطة وهنحذف عشان احط وير لا اما هير اللي هي HERE او زير او in it. هنا جاب لك مين؟ جاب لك زير يبقى احذف زير. تمام؟ اللي ممكن يجي لك تاني هنا السؤال ده كويس. she او the student asked. تبص هنا على كلمه اول ما تشوف كلمه اسك بص عليها ايه؟ شوف اخرها اي دي ولا ما فيش اخرها اي دي، عشان ديت مهمه جدا. لو ما فيش اخرها اي دي يبقى هجيب بقى ايه؟ هسيب الفعل زي ما هو. لو هو مثلا في المضارع هسيبه في المضارع. بس ايه مثلا ممكن يجيب لك مثلا كده. اعتبر مثلا ان اسكد ذا ستودنت
هشيل ايه الاي دي. الطلاب اسكس بقى نضيف له حرف الاس عشان الطالب هنا مفرد. the student asks the teacher if polar bears hibernates. ركز هنا، هل كلمة ask دي اخرها ايه دي؟ لا. فهنا بقى hibernates ديت في الزمن المضارع، مش هحولها لزمن الماضي. تمام؟ امال هتعمل ايه هنا؟ هبص على الفاعل بقى، احط ايه عيني على الفاعل اللي بعد اف. افترض ان جاب لي هنا كلمة جمع، يبقى هنا هتبقى الفعل في المصدر، يبقى من غير اي اضافة. اما هنا جاب لي اسكد اخرها ايه دي، يبقى اذا هجيب الماضي من كلمة هايبرنيت اللي هي هايبرنيتد. تمام. السؤال ده كويس. رقم 3 you used to watch cartoons when you were young. ركز هنا جاب لك كلمة اسمها use. لو تفتكر ان use لو مش اخرها حرف الدي، لا اما يكون في did او didn't. did لو في اول الجملة خالص، اما didn't لو في كلام وبعدين هي. فهنا جاب لي النقط في اول الجمله خالص، فتبقى الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه ديد. ركز، هحاول اجيب لك الافكار الجديده. طبعا احنا هنا افتر 200,000 مره. هتعمل ايه؟ تحذف زن ونحط افتر هنا، ونحط بعد الفاعل هاد، ونكمل بقيه الجمله عادي. ماشي؟ لسه حللها. هتعمل ايه؟ هتحط هو هنا وهتحذف الفاعل. ماشي؟ avoid بقى the explorer avoided. avoid بيجي بعدها ايه؟ هي وانجوي الفيرب مضاف له ing، فاضيف هنا ing. after she، انا اعتبر نفسي انا مش حافظ قاعده after. هبص على الجمله الثانيه فيها هاد، ما فيش هاد مصدر في الجمله الثانيه، فاذا هجيب هنا هاد، يبقى after هاد، والتصريف الثالث من eat هو eaten. تمام؟ السؤال ده كويس. I didn't want to go to the cinema because the movie before. ركز هنا، كلمة because عاملة زي after كده بالظبط، بتحب هاد والتصريف الثالث وبتكره الماضي البسيط. فإذا because ما دام النقط جت بعدها فتبقى had because had، والتصريف الثالث من see هو seen. ماشي يا شباب؟ لسه حل السؤال ده، احله كمان معاك مره. هي اسكد. ليه هنا ربطنا باف؟ عشان السؤال بادئ بدو. هنعمل ايه في دو؟ هنحذفها. يبقى ايه اسكد مثلا مي liked. he asked if I liked sport. تمام؟ ماشي. هنا عايز يحط اوردر. ركز هنا، قلت لك لما تلاقي الجمله بدأ بعلامات تنصيص مش هنبدأ بيها. امال هتبدأ منين؟ من بعد علامات التنصيص اللي هي ذا تيتشر. ماشي؟ هنعمل ايه في سيت 2؟ هنحذف سيت 2 ونحط مين؟ هنحط اوردر. تمام؟